خليني اسالك سؤال بس جاوب بينك وبين نفسك. انت لما بتصلي لمين؟ لربنا ولا اللي واقف جنبك؟ لما بتنزل ايه على ستوري بتنزلها ليه؟ لما بتتكلم عن الخير اللي عملته بتحكي ليه؟ هو فعلا لله ولا انت محتاج حد يقول لك ما شاء الله عليك؟ الرياء مش صوت مسموع، الرياء همسه جوه قلبك. الرياء مش دايما بيبان، مفيش حد بيقول انا بعمل ده عشان الناس تشوفني، لا، الرياء اذكى من كده بكتير. الرياء بيقول لك اعمل الخير بس خليهم يعرفوا، ما هو يمكن حد يتعلم منك، ما هو ممكن تبقى قدوه للناس، وتبدا من هنا الحكايه. الرياء مش انك تبطل تصلي، الرياء انك تصلي بس قلبك مستني نظره اعجاب، انك تعمل الخير بس مستني كلمه شكر، انك تبقى زعلان مش عشان ربنا، عشان صورتك قدام الناس. هنا المشكله. تخيل معايا مفيش سوشيال ميديا، مفيش ناس، مفيش حد بيسقف لك، هتعمل ايه؟ هتعمل نفس اللي بتعمله؟ هتصلي بنفس الخشوع؟ هتتصدق بنفس الحماس؟ هتنشر نفس الكلام؟ ولا الحماس بيروح لما الجمهور بيختفي؟ رمضان بيكشف ده قوي. في ناس في العالم ملايكه، وفي الخفا حاجه تانية خالص. قدام الناس صوت وقران واذكار وكلام مؤثر، لكن لما يبقى لوحده حاجه تانية. مشكلتنا اننا بقينا نبني صوره مش بنبني قلب. تخيل انك تعبت، صليت وصمت وتصدقت، وبعدين تضيع كل ده علشان النيه كانت غلط. الرياء مش بيقلل العمل، الرياء ممكن يمسحه. اصعب خساره انك تخسر كل حاجه كنت فاكرها مكسب. الاخلاص هادي، مش محتاج اعلان، مش محتاج كاميرا، مش محتاج جمهور. الاخلاص بيخليك تعمل الصح حتى لو محدش شايفك. الرياء محتاج ناس، محتاج حد يسقف لك، محتاج نظرات. اسال نفسك، لو محدش هيعرف كنت هتعمل نفس الحاجه؟ يمكن بعد الكلام ده حد يقول طب خلاص ابطل اعمل قدام الناس. لا، الحل مش انك تبطل تعمل الخير، الحل انك تراجع قلبك. قبل ما تعمل الحاجه اسال، انا بعمل ده ليه؟ لو الاجابه عشان ربنا كمل، لو الاجابه عشان الناس راجع نفسك. اخطر حاجه في الرياء انه بيخليك تبان صالح وانت من جواك تعبان، بيخليك تحس انك تمام وانت محتاج تصلي من جديد، بيخليك تطمن وانت محتاج تخاف. الرياء مش انك تعبد ربنا غلط، الرياء انك تعبد الناس وانت فاكر انك بتعبد ربنا. في يوم مش هيبقى فيه جمهور، مش هيبقى فيه لايك ولا كومنت ولا نظره اعجاب، هيبقى فيه سؤال واحد: كنت بتعمل لمين؟ لو الاجابه واضحه يبقى انت مطمن، لو الاجابه لا يبقى لسه قدامك فرصه تصلح. انا نادر، والفيديو ده مش عشان نخوف بعض، احنا بنحاول نفكر بعض ان ربنا شايف اللي جوه قلوبنا قبل ما الناس تشوف شكلنا. لو حسيت ان الكلام ده جه في وقته يا ريت تشارك الفيديو مع اي حد يمكن محتاج يسمع السؤال ده. رمضان فرصه اننا ننظف نيتنا قبل ما ننظف صورتنا.